ما سألتش نفسك قبل كده ليه لعيبة الكرة بتتف كتير في الملعب؟ هم عارفين ومتأكدين ان الكاميرا كده كده هتجيبهم. طب ليه بقى القرف ده؟ بص بقى يا صديقي، مبدئيا ده مش قرف، دي عادة صحية وبينصح بيها الأطباء كمان، لأن لعيبة الكرة بيجروا مسافات كبيرة جدا في الماتش، وممكن تتخطى 10 أو 11 كيلومتر في الماتش الواحد، وبالتالي جسمهم بيبقى محتاج كمية أكسجين كتيرة، فاللعيبة بتضطر ان هي تتنفس من بقها علشان تدخل لجسمها أكسجين أكتر، فبيحصل جفاف في البق بسبب الحركه دي، فالجسم بيكون رادد على طول انه بيفرز لعاب اكتر علشان يعوض الجفاف اللي حصل في البق ده. بس اللعاب اللي بيتم افرازه في المرحله دي بيكون فيه كميه بروتين كتيره بتخلي اللعاب ده لزق وتقيل ويكون صعب بلعه. ده اللاعب كمان ممكن وهو بيحاول يبلعه يتخنق وما يعرفش يتنفس، وهو ده اللي بيخلي اللعيبه تف كتير في الملعب، وساعات كتير قوي بيشربوا ميه ويتفوها في الملعب علشان يرطبوا بقهم ويحافظوا عليه من الجفاف. علشان انت حبيبي جايب لك مفاجاه في اول